السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، الف مبروك للاعيبه نادي الزمالك، الف مبروك للجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك، الف مبروك لجون ادوارد اللي فعلا هو حاسس باللعيبه، حاسس ان هو عنده مشكله في حوار المستحقات، حاسس ان هو اللعيبه مش قادر يكافئها على المستوى اللي هي بتقدمه في الملعب. فانا شفت كام لقطه لجون ادوارد وهو احنا كسبانين والجون الاول دخل، الجون الثاني دخل، هو ما بيفرحش. مجلس الاداره كله اللي كانوا موجودين، اذا كان هشام نصر ولا رامي نصوحي، كله قاعد وفرحان ومبسوط. هو هتلاقي صورته في الكادر وشه مقلوب، تحس ان هو شايل الهم زيه زي اللعيبه، يعني هو حاسس بيهم. ودي حاجه تطمنك ان في حد حاسس باللعيبه، في حد حاسس بمشاكلهم، في حد عايش معاهم الاجواء دي. واللعيبه النهارده طلعت رجاله، لازم نشكرهم. كان في لقطات فنيه، كان في شويه غلطات في الملعب هنتكلم عليها واحده واحده، بس المجمل بتاع المباراه فعلا اللعيبه النهارده كانت رجاله وكانت قد المسؤوليه، ما همهاش المشاكل اللي بره، سدوا ودانهم. ودي حاجه نحييهم عليها. وان شاء الله ان شاء الله من مكسب لمكسب، وان شاء الله يبقى في اخر السنه الفوز بالبطوله هو من نصيبنا باذن الله. هنبدا اول حاجه بدايه الماتش، زي ما يانيك فريرا بيبدا كل ماتش ضغط عالي، ضغط عالي، وبيلعب كور في ظهر المدافعين بتوع الفرقه اللي قصاده. فادنا النهارده ان اللعيبه بتاعت الاسماعيلي لعيبه صغيره ما عندهاش خبره، وده بان في اول جون. وهنجيبها ان هي على طول، يعني احنا هنجيبها لك في لقطات دلوقتي ان هي على طول بتحصل، يعني هي الكره دي على طول بتحصل في كل ماتشات الزمالك واتكلمنا عليها كتير. الكوره اللي بتبقى مع دونجا او عبد الله السعيد، او حتى الفتره اللي لعب فيها الماتش اللي فات والماتش ده محمد اسماعيل، الكوره اول لما بتبقى في رجليه بزيره بيقطع لجوه، بيضم لجوه. انا هجيبها لك دلوقتي الكوره فين وبزيره فين. تمام، الكوره مع دونجا اهو، الباص الطولي اللي في المساحه الفاضيه، اللي ما فيهوش فزلكه، اللي ما فيهوش لقطه والف حوالين نفسي وارجع بالكره لورا. يعني احنا لازم نتكلم على دونجا ان هو طور من مستواه من اول السنه دي، اذا كان قطع كرات، اذا كان بيرجع لغايه جوه ال 18 يدافع، اذا كان الكور اللي بيلعبها لقدام. دي اول حاجه، الكره هي معاه. اول حاجه دونجا فكر فيها بزيره، شاور له لجوه، قام هو رامي له الكوره. الكوره راحت فين؟ بص بزيره فين؟ الكوره نازله في المكان ده، يعني هي الكوره نزلت في المكان ده. تمام، اول لما الكوره نزلت في المكان ده على طول انت معاك زئرد، انت معاك بليه، لعيب ملوش ملكه، دخل. تحس ان هو عدى من تحت باط اللعيب، اقسم بالله تحس ان هو عدى من تحت باطه، عدى. انا ما اعرفش هو عدى ازاي، هي الكوره خلاص. احنا بنتفرج على كوره من زمان، الكوره دي بتاعت المدافع، يا اما الجون هيطلع يمسكها. انت طلعت منين انا ما اعرفش. واللعيب عشان طبعا ما عندوش خبره مسك بزيره وحصل البلانتي ده، اصفر عنه الجون الاول لنادي الزمالك. تمام، يعني دي اول حاجه في دماغ يانيك فريرا، اللي هو انا بضغط ضغط عالي على الفرقه اللي قصادي. غير ان انا بضغط ضغط عالي على الفرقه اللي قصادي، انا ببدا اول لما الكره تبقى معايا عبد الله السعيد، دونجا، محمد اسماعيل، انا ببدا العب في ظهر المدافعين في المساحه اللي بين السنتر باك والباك، اذا كان بقى بزيره، اذا كان المفروض ادم كايد او شيكو بنزا حصلت معاه هو. تمام، دي اول حاجه. اللقطه الثانيه بتاعت ادم كايد، ايه اللقطه بتاعت ادم كايد؟ هي كره عاديه جدا بس تبين لك ليه يانيك فريرا معتمد على ادم كايد. يانيك فريرا معتمد على ادم كايد عشان الحاجه اللي بيعملها دي، مش عشان هو جامد، ومش عشان هو بيطلع نار من بقه في الناحيه الشمال خالص. ادم كايد في الكره دي هو طالع مع الباك، انا هجيب لك اهو، هو طلع مع الباك بيضغط ضغط عالي عشان كان يانيك فريرا زي ما احنا اتكلمنا هو في اول الماتش بيلعب هاي بلوك. تمام، فهو طلع مع الباك، هضغط عليه، هضايقه، هقفل عليه من زاويه التمرير، وهقفل وهضيق عليه مساحات عشان ما يعرفش يطلع بالكوره. اللعيب عرف يطلع بالكوره، باص الكوره، ادم كايد فين؟ بص اللقطه الثانيه، ادم كايد اهو. تمام، تعالى بقى اللقطه اللي بعدها، ادم كايد فين؟ ادم كايد هنا. دي الحاجه اللي بيعملها ادم كايد، شيكو بنزا ما بيعملهاش، يعني حتى الوينج الاساسي بتاعنا ما بيعملهاش. شيكو بنزا اسرع لعيب يقطع الكوره بس من قدام، يعني هو اول واحد بعد عدي الدباغ بيضغط شيكو بنزا، واسرع واحد ممكن يقطع لك الكوره. بس في نفس الوقت
في نفس الوقت ما بيرجعش يدافع او مردوده الدفاعي ورا مع الفرقه مش زي ما ادم كايد بيعمل. فهو يانيك فيريرا مستفيد بادم كايد كده، بيعتمد عليه عشان خاطر كده. ما عندناش وينج شمال مع ان احمد شريف بيعملها، بس هو في نفس الوقت مش هيدي لاحمد شريف، لان ادم كايد بيعمل حاجه احمد شريف ما عملهاش، او ممكن يكون في التمرين ادم كايد بينفذ اللي بيقوله له يانيك فيريرا. تمام. برضه ده ما يمنعناش نقول ان النهارده ادم كايد كان مستواه حتى في كواليتي الباص قليل ضعيف، كميه ميس باص كتير، لازم يراجع نفسه. بس قبل ما نقول عشان ما نظلموش ان هو لازم يراجع نفسه، هو يانيك فيريرا انا شايف ان لما محمد شحاته يرجع هيلعب جنب دونجا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو اللي هيلعب 10، وناصر ماهر هو اللي هيروح وينج حر. وينج حر زي ما بيخلي ادم كايد وينج حر. ناصر ماهر هيديها لك لان ناصر ماهر برجله واسع، لعيب سريع. ادم كايد مش هيديها لك. تمام. ناصر ماهر لعيب مهاري، غير ان هو لعيب 10 هو لعيب مهاري. ادم كايد مش لعيب مهاري، هو لعيب انت هتاخد منه باص حلو، هتاخد منه في وسط الكلكعه في وسط الزحمه هيطلع لك باص زي ما الكوره اللي في الشوط الثاني اللي هو قام باصيها بالكعب لعبد الله السعيد، دي عملت هجمه لعبد الله السعيد كان عايز يحطها تشيب من فوق الجون. تمام. فادم كايد انا مع رجوع محمد شحاته، لو هتريح عبد الله السعيد مثلا ادم كايد لعيبه 10، ادم كايد لعيبه 8، لكن ما تلعبش ادم كايد وينج ومحمد شحاته موجود، ما ينفعش. حتى لو رجع شيكو بنزا انا بقول ان ادم كايد لازم ياخد وقت، لازم تديله دقايق لعب. انت النهارده اديته دقايق لعب يعني يعتبر لعبته الماتش كله. تمام. فلازم ادم كايد لو انت هتعتمد عليه كوينج لازم تطور منه حاجات كتير قوي ناقصها كوينج. انما لو هيلعب 10 او 8 لا هيبقى مردوده عالي قوي قوي قوي. هوريك دلوقتي لقطه يعني تثبت لك انا كنت بقول ايه على حوار ادم كايد، ان هو كان الميس باص بتاعه كتير او التباطؤ بتاعه في الباص كان لازم يشوف له حل، ما ينفعش يحتفظ بالكره في رجله كتير. في كره اهي انا جايبها لك دلوقتي، ادم كايد استلم قدامه مساحه فدان، قدامه فدان، وفي لعيب فاتح له على يمينه ولاعيب فاتح له على شماله. تمام. اللي قدامه ده المفروض انا الف ب انا استلمت الكوره، هو باص لناصر ماهر اللي هو اقرب لي واسهل واحد قدامي، هديله الكوره وهبدا هجمه. لا هو ادم كايد خد الكوره وجرى لغايه لما وصل هنا، وصل هنا اتقفل عليه زاويه التمرير، اذا كان لناصر ماهر او اذا كان للعيب الثاني. تمام. ايه اللي حصل؟ الكوره اتقطعت منه. الكوره دي لما اتقطعت منه ردت بايه؟ بص كده، ردت بانذار لمحمود بنتايج، عمل فاول على 18 بانذار لمحمود بنتايج. فقرار واحد، يعني هو قرار واحد. انت كان ممكن الكوره جات لك لفيت وشي، او انا المفروض انا كنص ملعب انت مركزك الاساسي مركز 8 مركز 10، انا ببقى اعمل سكان يمين وشمال وورايا وقدامي والكوره جايه لي وقبل ما تجيلي وابقى مقرر ان هعمل ايه. الكوره جات لك يا ادم كان على طول باص لناصر، لا انت استنيت وجريت بالكوره، اتقفل عليك زاويه التمرير، اتقطعت منك، ردت بهجمه، انذار لبنتايج وفاول على ال 18، هجمه خطر. الغلطات دي انت غلطتها قدام فرقه لسه لعيبه شباب ما عندهمش خبره، هتغلط الغلطه دي قدام اهلي قدام بيراميدز ما تلومش الا نفسك. هكلمك في كوره ثانيه زي الكوره اللي جه منها ضربه الجزاء في اول الماتش، عشان ابين لك ان دي تعليمات مدرب. هي الكوره دي ما بتحصلش كده وخلاص، مش احنا مزنوقين فانا بلعب تشيب باص من فوق المدافعين في المساحه الفاضيه، لا. اتعملت في ضربه الجزاء مع بيزيرا من دونجا، وزي ما انا قلت لك عبد الله ودونجا هم اللي بيعملوا الحركه دي او هم اللي بيعملوا اللعبه دي. عبد الله دلوقتي قدام ال 18. تمام. مين مجنح يمين؟ تمام. انا عايز اقول لك ان هو مجنح يمين هنا وبيزيرا واقف فين؟ بيزيرا واقف الناحيه الثانيه على العرضه الثانيه. يعني ايه اللي جابه هنا؟ دي تعليمات مدرب، دي مش اللعيبه مش بتتحرك من دماغها وخلاص. الكره اتعملت نفس بالظبط الجون فوق المدافعين لناصر ماهر. ناصر ماهر اول لما الكره نزلت بص على طول على الارض البزيره دي اللي جت بجنب يعني جنب العارضه. تمام. فده فكر مدرب، يعني احنا لازم نحترمه، ده فكر مدرب لازم نحترمه عشان خاطر حاجه واحده، عشان خاطر بيتنفذ بيعمل خطوره.
تسبب لك في ضربه جزاء، كان ممكن يتسبب لك في جول. فانا لازم احترم فكر المدرب اللي هو بيلعب على قد مقدره وامكانيات لاعيبته. هنيجي بقى نتكلم على غلطه غلطها دونجا، ولازم نتكلم عليها عشان خاطر الغلطه دي ما تتكررش تاني، عشان لو اتكررت في ماتشات كبيره يعني هتبقى خطر علينا. تمام، مش عايزين نقول حاجه تانيه، بس هتبقى كره خطر علينا. الكره هنا حسام عبد المجيد بظهر لمين؟ لدونجا. انت يا دونجا قدامك محمد اسماعيل في وشك، انت عارف ان في لعيب في ظهرك، ما انت لازم تكون عارف ان في لعيب في ظهرك. تمام، ادي لمحمد اسماعيل، هو اللي وشه الملعب، انا ظهري للملعب، اديله هو الكوره. لا، انت قمت عامل الحنكشه بتاعتك اللي بتعملها، انت عايز تباصي للعيب اللي جنبك اللي انت مش شايفه، ولما جيت تباصيها له باصيتها غلط. ايه اللي حصل؟ فاول بانذار، عشان قرار واحد زي القرار بتاع ادم كايد، ان هو قرر هو اللي يجري بالكوره ويكمل، والكوره قطعت منه ورد البنزار لمحمود بنتاج وفاول على ال 18. الكوره دي كان باص لمحمد اسماعيل، هيطلع بالكوره ده لو هيديها لك تاني، بس هتبقى انت عدلت جسمك للملعب. انت يعني انت اكيد عارف ان اللعيب ده جاي وراك، طلع الباص صح. محمد اسماعيل مضمون، احنا بنتكلم مضمون، مش لازم كل حاجه. برضو احنا قلنا ايه، انت بتلعبش لقدام بتلعب لورا، ما هو مش معنى كده ان انت هتلعب لقدام بس، لا، بس انا ساعات الملعب بيحكم عليا ان انا العب الكره لورا، مش عيب، بس مش كل كره هلعبها لورا ومش كل كره هلعبها لقدام. فارجوك بعد اذنك ركز، احنا داخلين على ماتشات تقيله، ماتشات جامده، ماتشات مع فرق الغلطه معاها مش هنستحملها، او احنا كجمهور مش هنستحمل الغلط تاني. تمام، هاجي بقى اكلمك في لقطه ثانيه لعبد الله السعيد، مع ان يعني انا مين عشان اتكلم على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في لقطه ممكن ما يكونش حد، يعني ناس كتير خدت بالها منها، بس هي فعلا لقطه انا قعدت اسقف يعني بسبب ذكائه، يعني بسبب ذكاء عبد الله السعيد. انا هوريك دلوقتي الكوره متجمعه ناحيه اليمين بتاعتنا والشمال بتاعت الاسماعيلي، متجمعه وفي زحمه هناك، في كركبه هناك، ضغط عالي من لعيبه الزمالك، لعيبه الاسماعيلي مش عارفه تخرج بالكوره. فاللعيب بتاع الاسماعيلي اللي هو كونتا، اللعيب اللي هو مبشر جدا، يعني ده لعيب مبشر جدا كونتا ده، طلع باص نضيف في الحته الفاضيه. الحته الفاضيه دي اللي المفروض ان هو هيرجع فيها ادم كايد، ادم كايد ما رجعش. انت معايا اهو، عبد الله السعيد فين؟ مع اللعيب بتاع وسط الملعب. الكره لما اتلعبت عبد الله السعيد فين؟ لسه في نص الملعب، وهيبقى اتنين من الاسماعيلي على بنتايج. عبد الله السعيد ورا اللعبه، ادم كايد ورا خالص بره الكادر اساسا. المفروض ان الكره دي هيبقى 2 على 1 رايحين ناحيه اليمين على محمود بنتايج. يوم عبد الله السعيد يعمل ايه؟ سبرنت، قفل على اللعيب بتاع الاسماعيلي كل حاجه، قفل عليه ميه ونور، قفلها له ضبه ومفتاح. لعيب الاسماعيلي عمل ايه لما تلاقي الدنيا اتسدت في وشه؟ رجع لورا. دي بسبب لعيب حاسس وعايش اجواء الماتش، لعيب عنده 40 سنه بيعمل حاجات وبياخد باله من حاجات ومن تريكات لعيبه عندها 20 سنه و25 سنه وبيدفع فيها ارقام ما بتاخدش بالها منها. هنيجي بقى نتكلم في اللقطه اللي هي قبل ما الشوط يخلص بتاعت بيزيرا اللي جت في العارضه. انا هجيبها لك عشان خاطر هي فيها حاجه فكرتني بمؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب ويخفف عنه. الكره دي فكرتني بمؤمن زكريا، لان مؤمن زكريا كان هو احسن واحد في مصر بيعرف يعملها. حتى احمد عفيفي طلع اتكلم عليها، اللي هي ايه؟ الكره اللي يعني انا قصدي اللعيب اللي بيجي من الحته اللي انت ما تتوقعش هو هيجي منها. يعني هو انت ما تتوقعش ان مؤمن زكريا هيجي من الحته دي، هو بيجي منها. ده اللي بيزيرا بيعمله. هو بيزيرا في الكره بتاعت ناصر ماهر هو واقف في الحته، يعني في المنطقه اللي احنا بنقول عليها منطقه عاميه بالنسبه للمدافع، هو ما يعرفش ان هو واقف هنا، هو ما يعرفش هو جاي له منين، هو عارف ان اللعيب وراه بس فين هو ما يعرفش، هو مش شايفه. اتعملت يعني قبلها من عبد الله السعيد الكره اللي اتكلمنا عليها لناصر ماهر اللي عملوا العرض والكره جت جنب العارضه، وجت هنا. انا عايز اوريك، بص بيزيرا واقف فين، هو واقف وبيرفع ايده، يعني هو واقف وبيرفع ايده، والكره اتلعبت له فين ولعبها وجت في العارضه. يعني انا اي حد هيشكك في بيزيرا، يا عم هو لعيب مقلب، بس في نفس الوقت
انا مفيش كوره ما بشيدش بيه، يعني مفيش كوره ما بشيدش بيه. النهارده دماغه ما كانتش في الملعب عشان هو عارف خبر وفاه جدته قبل الماتش على طول، بس هو اذا كان هو بيديك كده هو حالته النفسيه وحشه. تمام، لا هو ده لعيب بروميسنج، لعيب هيديني بعد كده، لعيب انا ممكن استثمر فيه كمان سنتين ثلاثه. قبل ما نتكلم على الشوط الثاني اللي هو اتكلمنا فيه مش كتير، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. نيجي نتكلم في الشوط الثاني. هو الشوط الثاني بدأ بدايه على طول الغلطه بتاعت محمد عمار، قلب الدفاع بتاع الاسماعيلي جاي يهوش عدي الدباغ. عدي الدباغ كان فايق وكان بيلعب على الكوره دخل قطعها، جرب الكوره كمل تشيب من فوق الحارس، الجون الثاني. بعد كده الماتش بدأ يانيك فريرا يجرب حاجات في الملعب زي ايه؟ هو لاعب عبد الحميد معالي ولاعب احمد حمدي وخلى وطلع دونجا وطلع ناصر ماهر. هو كان بيجرب لو عبد الله السعيد لعب 6 واحمد حمدي قدامه 8 وعبد الحميد معالي هو اللي بيلعب 10. انا عبد الحميد ده معالي عجبني مع انه ما عملش حاجه جامده، بس عجبني في حاجه، عجبني ان هو في كل حته في الملعب هو موجود، بيحارب في كل كوره، بيعافر على اي حاجه. لا هو عايز يلعب، عايز يثبت نفسه، دي حاجه كويسه. ومع الوقت هو لسه لعيب صغير، مع الوقت هياخد فرصته، ولسه الموسم كبير وكتير ماتشات لسه متبقيه، اذا كان في دوري او في كاس او في بطوله افريقيا، احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه في البدايه. تمام. وعبد الله السعيد هو بيلعب 6 خلاص، هو يانيك فيريرا عارف ان عبد الله السعيد هيديني 6 8 10، عبد الله السعيد مش هيديها لي. تمام. انا بقى ارجو من يانيك فريرا محمد شحاته لما يرجع لعب عبد الله السعيد 10 بس بمهام مش 10، او عبد الله السعيد يقعد وتلعب ناصر ماهر او ادم كايد، الاثنين مختلفين عن بعض، ستايل اللعب مختلفين عن بعض. يعني ناصر ماهر بيحب يرقص واحد والتاني، ادم كايد لا، ادم كايد بيديك باص انت في وسط الكلكعه هو بيطلعك. تمام. بعد كده الماتش فضل رايح جاي ما فيهوش اي خطوره، هجمات للاسماعيلي بيحاولوا. عايزين بقى نتكلم على المدرب. قبل اي حاجه لازم نتكلم على المدرب عشان خاطر حاجه واحده بس، انت دلوقتي لاعب 7 ماتشات في الدوري، داخل فيك 3 اجوان، منهم جون انت جايبه في نفسك، هدف ذاتي يعني، وغير كده انت طالع ب5 كلين شيت. تمام. فانت المنظومه الدفاعيه مش فرديه بقى، انت المنظومه جماعيه كامله، فرقه الزمالك كامله وهي بتدافع، لا في تحسن كبير. غير الماتشات الوديه اتلعبت اللي دخل فيك 4 اجوان ودخل فيك 3 اجوان في الماتشات الوديه، فالمنظومه الدفاعيه بتاعت الزمالك لا في تحسن، في شكل ليها. انا بطلع كل ماتش، يعني انا بلعب قدام اقوى هجوم في الدوري، الماتش اللي فات مع المصري طلع ما دخلش فيا جون، كلين شيت. تمام. حتى ما اتعملش عليها الهجمه اللي هي نقول ان هي جون غير الكره بتاعت صلاح محسن. تمام. فيعني المنظومه الدفاعيه بتاعت يانيك فريرا لا منظومه ناجحه. المنظومه الهجوميه هو بيخلق فرص، بنضيع كتير. عدي الدباغ ضيع كره ما تضيعش اللي اتلعبت له من عبد الله سعيد، السرول من قدام المدافع اللي هو لعبها من لمسه واحده بشماله طلعت فوق العارضه، بس احنا بنوصل. الكره بتاعت بزيرة في العارضه، الكره بتاعت بزيرة اللي جت من جنب العارضه، لا فالماتش ده كان ممكن الشوط الاول اساسا كان ممكن يخلص 4. تمام. بال3 فرص دول اللي ضاعوا مع ضربه الجزاء كان ممكن يخلص 4. فاحنا لازم ندي المدرب حقه ان هو كمنظومه دفاعيه ناجح جدا، كمنظومه هجوميه ناجح وبيخلق فرص، بس اللمسه الاخيره اللي هي بتحرز لك الهدف في لاعيبه بتضيع او في حظ ما بيقفش معاك. حاجه اخيره بقى هنتكلم فيها ولازم نتكلم فيها يعني عشان هي باينه قوي. الكره لما جت ضربه جزاء انا شفت لقطه والصفحات بتاعت الزمالك كلها مشيراها، وحتى صفحه الزمالك شيرتها بتاعت بزيرة وهو بيدي الكوره لعبد الله السعيد وهو بيضحك، يعني هو مبسوط. فدي تبين لك ان في روح حلوه في الفرقه. اللقطه الثانيه بتاعت عمرو ناصر. عمرو ناصر بعد ما عدي الدباغ جاب الجون
اول واحد جرى عليه هو عمرو ناصر، اللي هو في نفس مركزه، اللي هو مقعده دكه، اللي هو ممكن من جواه بالكميه الفرص اللي بيضيعها عطيه الدباغ يقول انا احق، انا عايز انزل، انا. ده ما حصلش. اللعيبه كلها لما نفسها، في لعيبه كبيره فعلا اي قادره تسيطر على الفرقه، زي عبد الله السعيد، زي الونش، زي عمر جابر. وفعلا اللي انا بثق فيهم في الفرقه عبد الله السعيد والونش، مش تقليلا من عمر جابر، بس عبد الله السعيد والونش تحسهم مدردحين، زي ما بيقولوا كده ايه، اتمرمطوا. انما عمر جابر لا، على نظافه شويه. تمام. فاتمنى من ربنا ان الروح الحلوه دي تفضل موجوده في الفرقه، ما يحصلش اي حاجه تعكر الروح الحلوه اللي موجوده في الفرقه دي. واتمنى من يونيك فريرا حاجه بقى تانية. انت خلاص بزيرة اتوقف، عرف ياخد الانذار بصياعه يعني. ويعني هو خد الانذار بصياعه وفي اخر الماتش، وعشان ما ياخدش ما يدلوش انذار تاني. يعني هو لعيب مخربش، لعيب مقطع بطاقته زي ما بيقولوا. تمام. فهو فاهم الكره ماشيه ازاي، هو عارف الكره بتتلعب ازاي بكل حاجه فيها. فان هو ده يحصل وهتلعب عبد الحميد معالي، اديله فرصه. هو مفيش مبرر ان انت ما تلعبش عبد الحميد معالي الناحيه اليمين الماتش بتاع الجونه. ان شاء الله ماتش الجونه هنفكر فيه. فرقه الجونه مش فرقه كويسه قوي ومش فرقه وحشه، والفرق دي يعني فرقه الجونه دي عقده بالنسبه لنا. ولا هي فرقه حلوه ولا هي فرقه وحشه، بس هو كل ماتش وليه ظروفه. اتمنى من ربنا ومن يانيك فريرا ومن لعيبه الزمالك نفضل زي ما احنا، رجاله في الملعب، ملناش دعوه بره ايه اللي بيحصل، سدين ودنا مركزين في الملعب. احسن حاجه بتحصل دلوقتي ان احنا بنلم ابناط. انت في الفتره دي حتى لو الاداء مش الواو او مش اللي هو انت تحس ان هو يجيب لك بطوله، بس انت عمال تجمع ابناط في ظل المنافسين بتوعك بيخسروا ابناط. هي دي اللي هتفرق في مشوار الدوري. تمام. وكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى لو انت وصلت معايا هنا تكون عملت لايك وسبسكرايب وفعلت زر الجرس، ونشوفكم على خير في ماتشات تانية. مع السلامه.